السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي، قناة مطبخ نسمة القاضي. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اللي أول مرة يشوف قناتي أتمنى يشترك لي في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصله مني كل جديد. النهاردة زي ما انتوا شايفين كده هنخزن البرتقال مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة وجميلة وبتفضل طول السنة، الطعم ما بيغيرش. هنا أول حاجة معانا زي ما انت شايفة البرتقال البلدي، بنجيبه نغسله كويس بفرشة كده او بسفنجة تنضفيه ما تخليش فيه اي حاجة. وبعدين دلوقتي هنا الجزر اهو انا قشرته وخرطته وحط عليه مية وحط عليه سكر. هنا كمية السكر حاجة بسيطة وكمية مية حاجة بسيطة خالص، وهنولع عليه على النار. وبعدين نرجع للبرتقال تاني زي ما انت شايفة كده انا غسلاه كويس زي ما بوريك، هو غسلاه فرشة سيليكون كويسة بتنضف معانا اي خضار اي فاكهة كويسة، ما بتخليش فيه تراب ولا طينة ولا اي حاجة. هنا بقى احنا هنبشر بس ايه قشرة خفيفة خالص كده للقشر للبرتقال اللي هنحطه في اكياس صغيرة نعمله للكيكة معانا بتاعة البرتقال. هنا هنبشر، بصوا هي بشرة واحدة بس، احنا عايزين ناخد القشرة الصفرة بس مش عايزين ناخد القشرة البيضة خالص عشان ما تمررش معانا. انت بتلفي البرتقانة كل ما تبشري بشرة تلفي البرتقانة معاكي. هنا بقى زي ما انت شايفه نقطع البرتقال نصين ونعصر بقى في العصاره معانا زي ما انت شايفه كده. طبعا الجو كان تلج في اليوم دوت ومش عارفين نمسك حاجه بصوابعنا اصلا. زي ما انت شايفه كده بص البرتقال عمال يطير من ايدينا. المهم بقى ان احنا بنعصر البرتقال زي ما انت شايفه كده، اهم شيء يكون البرتقال بلدي، ونصفيه تاني برضو بمصفى زي ما انت شايفه كده برضو عشان خاطر ايه اي بذره اي حاجه فيه ما تنزلش معانا في البرتقال وتيجي بقى تعكس. اي بذره لو نزلت معاكي هتمرر معاكي العصير بتاعك لما تيجي تضربيه. احنا من اي شوائب من اي حاجه بنصفيه برضو زي التاكيد تاني بالمصفى زي ما انت كده شايفه. يعني وانا بعصر البرتقال الاقيه في ميه تاني اعصره تاني. هنا الجزر زي ما انت شايفه استوى معانا خالص، هنسيبه بقى لما يبرد. وهنا كميه البرتقال زي ما انت شايفه. وهنا القشر اللي احنا بشرناه، بصي انا البشر كله اصفر ما فيش ابيض خالص. هنحط كمية عليه كده زي ما انت شايفة ونقلبه ونعبيه بقى. هنعبي دوت للكيكة البرتقان بتاعتنا طول السنة يفضل عندنا البرتقان في قلبه القشر بتاعه. هنعبيه بقى مجات كده، كل مج في كيس لوحده عشان لما تيجي تطلعي الكيس يبقى هو ايه الكيس على قد كيكة الصينية بتاعتك بتاعت الكيكة. هنا بقى هنعبي بقى الاكياس زي ما انت شايفه كده، انا جايبه كيس صغيره هنبرمها زي ما انت شايفه كده عشان ما نلحوسش الكيس من بره ويفضل يلزق معاكي في الفريزر. هنعاير بقى المج اللي احنا بنعمل بيه الكيكه على طول عشان ما نرجعش تاني نفكه وناخد كميه ونشيله، لا هو الكيس اللي هنطلعه على قد صينيه الكيكه معانا. هنعبي الكيس زي ما انت شايفه كده ونطلع الهواء منه ونربطه ما تخليش هوا فيه خالص، واربطه كده اكياس صغيره اهي على قد صينيه الكيكه معانا. هعبي الكميه كلها زي ما انت شايفه بنفس النظام، مج على قد الصينيه يعني مج واحد في الكيس. انت عيله بقى وبتعملي صينيتين وعايزه تعبي كيس يعني في الكيس مجين عادي، دي حاجه ترجع لك بقى. هنا زي ما انت شايفه نعبي الكميه كلها ونربطها ونطلع منها الهواء اهم شيء. بص كده اهم شيء تطلعي منها الهواء. هعبيها بقى كلها كميه زي ما انت شايفه كده كلها زي بعضها. هعبي بقى الكمية العصير التاني على حسب يعني على حسب العصير اللي انت بتعمليه عندك. انا بحط هنا لتر في الكيس عشان لما ازود كمية مية ما ازودش مية كتير، احط كمية بسيطة عشان يبقى طعمها برتقان يعني البرتقان يبقى معاكي كتير يبقى طعمه مزز وحلو. وفي حالة لو انت عايزة تخلي البرتقان مزز اكتر ممكن تعصري معاه عصير ليمونة. ساعة ما تيجي تعمليه وتضربيه تحطي عصير ليمونة معاه بيخلي مزازته زيادة. هنا انا بعبي زي ما انت شايفه كل كيس فيه لتر. والتعبئه دي بقى حسب يعني حسب اسرتك بقى، كميه كتيره كميه صغيره زي ما انت شايفه كده. انا هعبي الكميه كلها كده، انا عبيتهم كلهم اهو. بصي بعبي اللتر في الكيس. هسيب دولت بقى نعملهم عصير مع بعض. والجزر برضو بص الجزر استوى معانا وما فيهوش ميه خالص عشان ما تحطيش ميه كتير وترجعي ترميها خساره تبقى رميت الميه بالسكر معاكي. يبقى لا حطي سكر على قد ما انت عايزه بقى كتير شويه على قد ما انت عايزه لان السكر بيبقى ماده حافظه معاكي. وتحطي كميه ميه صغيره
يا دوبك يستوي فيه على نار هاديه كده، يبقى حلو معاكي زي ما انت شفتي كده. هنعبي بقى اكياس، انا بحب اعبيها اكياس صغيره، ما بحبش احط جزر كتير في العصير البرتقال معانا، عشان ما يبقاش طعم الجزر غالب على البرتقال، يبقى مزازة البرتقال يبقى غالبة على طعم الجزر. هنا بقى انا ضربت العصير زي ما انتوا شايفه كده، ضربت عصير الاول ونقصت بقى عصير للي ما بيحبش العصير بالجزر، وبعد كده ايه كملت بقى بقية الكيس، عشان كده عاملاه اكياس صغيرة، ما عبيتش الجزر مع البرتقال. كان ممكن اعبي الجزر مع البرتقال، بس انا عندي في البيت ما بيحبوش العصير البرتقال بالجزر، فبعمل العصير الاول البرتقال وانقص منه للي بيحبش العصير بالجزر، وبعد كده بقى اضرب الجزر، كمية الجزر الباقية مع البرتقال، ويبقى جميل وسهل وحلو قوي، وطريقة سهلة وبسيطة، وبيقعد معاكي طول السنة عندك، بيبقى جميل قوي وحلو. اتمنى يعجبكم الفيديو، اسيبكم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.